رئيس الإدارة المركزية للآثار المصرية في الوجه البحري. أستاذ يوسف، الأول صباح الخير. صباح النور يا فندم، أنا الدكتور يوسف خليفة. عفوا دكتور يوسف، ازاي حضرتك الأول؟ الحمد لله يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. دكتور يوسف الأول، هل حضرتك راضي عن الوضع اللي موجود في أهرامات الجيزة؟ بتكلم بقى في الوضع الإنساني، إن أنا لو زائر رايح بزور منطقة الأهرامات سواء مصري أو أجنبي بتعرض لكثير من المضايقات. هل الكلام اللي أنا بقوله ده واقعي ولا مش واقعي الأول؟ والله في الحقيقة أنا مبسوط بالعرض اللي حضرتك عرضته، وبالفعل هو ده بيحصل في تجاوزات، لكن لازم نحدد المسؤوليات زي ما حضرتك قلت. وزارة الآثار في الفترة اللي فاتت واللي أنا كنت مسؤول فيها عن قطاع الآثار المصرية، إحنا رفعنا كفاءة المنطقة، وكان افتتاحات لمقابر جديدة ومنطقة أبو الهول. تمام. وقمنا بقى تحديدا بعمل مسارات للزيارة. في المسارات دي قمنا بوضع الباعة الجائلين وعملنا لهم استندات موحدة. ايوه. حتى يتعاملوا مع السائحين. وده كان في منطقة نزول الاتوبيسات فوق في المنطقة الأثرية. ده انا فاكر انا فاكر البلاتوهات. الكلام ده كان سنة كام دكتور يوسف؟ يا فندم ده لسه، ده الكلام ده يعني نهاية 2014 وبداية 2015، وتفضل دولة رئيس الوزراء بافتتاح المنطقة. تمام. اللي انا عايز اقوله حضرتك في تجاوزات بتحصل من الباعة الجائلين ومن الخرتية اللي معاهم الحصنة، اللي معاهم الجمال، اللي معاهم الكارثات. احنا تفاديا لهذا حطينا يافطة كبيرة، يعني بانر كبير كده عليه كل الاسعار علشان ما فيش حد يتجاوز زي ما حضرتك قلت. تمام. لكن بتحصل تجاوزات. الآثاريين ووزارة الآثار غير مسؤولة عن هذا تماما، ويسأل عنه شرطة السياحة والآثار المنوط بها متابعة الخارجين عن النظام والخارجين عن الأعراف. يعني هنا دكتور يوسف حضرتك قلت احنا حطينا القواعد اللي مفروض الناس تلتزم بيها، مش دورنا بقى ان احنا نضبط الخارجين، ده دور شرطة السياحة والآثار. 100% ده دور شرطي 100%. كلام محترم، كلام منطقي جدا. حضرتك حاجة تانية أشرت كده في باطن حديثك عن الفيلم الإباحي. أنا مش عايز أتكلم عنه لأن أنا عارف إن مفيش مشاهد اتصورت داخل المنطقة الأثرية إطلاقا. أنا هقول بس للناس أين تم تصوير هذا الفيلم؟ مفيش في المنطقة الأثرية، ما تصورش يا فندم. تم تصويره في قلب الصحراء. هو هل المنوط ومن مسؤولية الآثاريين أو إذا كان أمن آثار إنه يترك المواقع الأثرية إذا كان هرم أو مواقع ويذهب وراء من يقوم بالتصوير في قلب الصحراء، أم هي مسؤولية الشرطة في المقام الأول؟ مسؤولية الشرطة طبعا. بس برضه هو مفيش يعني احنا لما فضلنا ورا الحكايه دي مفيش مشاهد اتصورت داخل المنطقه الاثريه يعني نهائيا. يعني احنا فضلنا متتبعينها على فكره يعني، ولو كان وعلى فكره والناس عارفه الكلام ده، لو كان في حاجه اتصورت او في جزء من الفيلم ده اتصور ممارسه ما داخل المنطقه الاثريه احنا ما كناش هنسكت، وانا عايز اقول ان ده ما حصلش. فما نقدرش يعني على هذا التوضيح، ده واقع يعني ما نقدرش يعني نزيف. انما هنا برضو عشان ابين للناس، انا سئلت عن هذا الموضوع في بداية حدوثه، وكان هناك فيلم قبل كده في 2007 كان هذا الفيلم مفبرك تمام. انا مش عايز اتكلم في ده لان ده الحمد لله يعني احنا قادرين ان احنا نتخطاه، انما انا عايز اتكلم عن القيمة الاكبر، قيمة الاهرامات. انا بتكلم في صرح موجود مش موجود منه تاني. الاهرامات دي لو موجوده في فرنسا على سبيل المثال او موجوده في اي دوله ثانيه، كانوا هيعملوا ايه؟ كانوا الدنيا كانت هناك استحاله يكون هيبقى شكلها كده. هل في خطه وزاره الاثار وضعها؟ انا عارف ان كنتوا عندكم كل يوم كشف جديد وبيتم ضمه الى المزارات اللي موجوده هناك، بس هل انتوا من حقكم انكم انتوا تشاركوا في رؤيتكم انتوا للمزار ده مفروض يبقى شكله عامل ازاي؟ شوف حضرتك، يعني احنا بنعتبر منطقة آثار الهرم هي مرآة الآثار المصرية. صحيح. ومن أهم المواقع. فبالتالي احنا لا نأل جهد في يوميا يعني لازم يكون في جديد، ولازم نرفع كفاءة المنطقة، ولازم منظومة
المراقبه الامنيه بالكاميرات موجوده، الاضاءه بالليل موجوده. دلوقتي عندنا حاجه جميله جدا، الصوت والضوء بيعمل لنا حاجه حديثه جدا بعد ما جدد العرض، وده هيوظف الاثار بطريقه جميله جدا في اثناء عرض الصوت والضوء. المنطقه احنا مهتمين بيها جدا، في بروتوكول بيننا وبين وزاره السياحه علشان يعني تبقى منطقه من امهات المناطق الموجوده، لان اي زياره سواء كانت رسميه او اذا كانت من الزيارات العاديه لابد انها في المقام الاول بتحرص على زياره منطقه الهرم والمقابر ومنطقه اثار سقاره. صحيح. سؤال هنا، هل المحافظه مثلا قعدت مع الوزاره وقالت رؤيه وزاره الاثار ايه في ازاي ان احنا نقدر نضيف شيء؟ لان حضرتك عارف طبعا، يمكن ودي وزاره السياحه تعرفها ايضا اكتر مني، ان نوع السائح كمان اختلف. السائح بقى مرفه زياده، بقى عايز كافيهات بعينها، بقى عايز يقعد قعدات معينه، بقى نوع الخدمات ده ما ينفعش يبقى موجود طبعا فوق في المنطقه الاثريه اللي احنا عارفين ممكن يؤثر عليها ازاي، انما ايضا مش متاح في يعني حوالين المنطقه الاثريه. مفيش خطه واضحه لان ازاي نستلم السايح من اول مثلا ما يخرج من الفندق لحد ما يوصل ويتم زيارته للمعالم الاثريه بسلام وامان. يعني هل الخطه دي انتوا لو موجوده شاركتوا فيها ولا ما شاركتوش؟ هل لكم رؤيه فيها ولا لا دكتور يوسف؟ والله حضرتك زي ما قلت لك، احنا يعني لازم البروتوكول التعاون ده بيننا وبين المحليات المتمثله طبعا او اللي بتمثل المحافظه وبين وزاره السياحه. عندنا خدمات للسائح زي ما حضرتك بتقول، خاصه في كافيتيريا الصوت والضوء، وفي كافيتيريا برضو موجوده في المنطقه، لان يعني بعد مروره في المنطقه الاثريه لابد ان احنا نقدم ليه خدمات، لابد ان يكون عندي دورات مياه جاهزه لان لازم يقضي حاجته. كل ده موجود حضرتك، تعديد طرق للوصول الى الاماكن، اماكن الزياره بسهوله، كل ده موجود عندنا في منطقه اثار او في الاقصر واسوان. يعني احنا بنحاول جاهدين في ظل الظروف الماليه اللي يعني العسره جدا اللي احنا بنتعرض لها، لكن احنا مش ساكتين، احنا شغالين، وفي عندنا كل يوم جديد رفع كفاءة مناطق وفتح مناطق، ووزارة الآثار ما هياش متأخرة في أي حاجة.